وانا ينفع مصرفش على مراتي لو هي ما بتسمعش كلامي؟ السؤال ده جالي كتير جدا من ناس كتير بخصوص قصة النفقة على الأزواج. وهنا بنتكلم لو مراتك على ذمتك مش مطلقها، لأن أنت كده كده لو مطلقها فأنت كده كده ملتزم بالنفقة الزوجية اللي هتبقى مقررة، سواء كان بالاتفاق بينك وبينها أو كان بحكم قضائي. فلو عايز تعرف كمل الفيديو للآخر. طبعا طبقا للقانون ينفع ان انت ما تصرفش على مراتك لو كانت هي ناشز او ما بتسمعش كلامك او بتعصاك وهي على ذمتك. ده طبعا وفقا لنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985. وهنا طبعا انا مش بقول ان الواحد ما يصرفش على مراته او ان احنا بندعو ان احنا نخرب البيوت، ولكن لازم يكون في حل ودي قبل اللجوء للمحاكم او اللجوء للقضاء او افتعال اي مشكلات. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديدة. مساء الفل عليك، يا رب تكون بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن في ناس كتير جدا بتواجه مشكله في ان هي مثلا تروح تعمل محضر في الاسم علشان الاجراءات وطول الوقت والانتظار. النهارده هقول لكم على طريقه ازاي نعمل محضر من غير ما نروح الاسم وباجراءات بسيطه جدا. كل اللي هنحتاجه يكون معانا موبايل يكون فيه انترنت وفيزا فيها اكتر من 20 جنيه. هنفتح المتصفح بتاع جوجل عادي جدا، نفتح موقع النيابه العامه. هنلاقي فوق على الشمال في ايقونه مكتوب فيها الاراضي الالكترونيه. كل اللي حضرتك ان انت هتضغط على الزر بتاع الاراضي الالكترونيه هيظهر لك نافذه ثانيه او تظهر لك صفحه جديده. الصفحه دي بيبقى مكتوب فيها بيانات حضرتك اللي هو الشاكي وتفاصيل الشكوى ورقم تليفون حضرتك طبعا، ولو فيها كمان مكان للمرفقات، بحيث ان انت لو عايز ترفع مثلا مرفقات صوره البطاقه، صوره بطاقه الخصم، يعني اي مرفقات حضرتك حابب ترفعها هترفعها. تمام. بعد كده بيجي دور ان انت بتحط الفيزا او تحط رقم الفيزا علشان يفصل ال 20 جنيه فما فوق، اللي هي ثمن تكلفه المحضر. بعد كده بيتبعت لك مثلا خلال 24 ساعه على رقم الهاتف او رقم التليفون اللي حضرتك سجلته برقم العريضه او برقم البلاغ، بيقول لك ان هو راح نيابه ايه. وبكده حضرتك ممكن تتابع البلاغ بتاعك من غير ما تروح الاسم، بل هتطلع على النيابه على طول، لان النيابه بعد كده النيابه العامه او موقع مكتب النائب العام بيوديه للنيابه المختصه التابعه للاسم التابع ليه حضرتك. وبكده هنكون عملنا المحضر بطريقه سهله. لو عجبك الفيديو اشترك واستناكم في فيديوهات معلومات جديده ان شاء الله. 5 حالات ممكن توقف قرار التمكين. قرار التمكين على مسكن الزوجية. أول حاجة إن الزوجة نفسها هي اللي تتنازل عن قرار التمكين. الحالة التانية بقى إن لو الزوج وفر مسكن بديل لمسكن الزوجية اللي اتخذ عليه قرار التمكين. رقم 3 وجود عقد رضائي بين الزوج والزوجة على استحقاقها لأجر أو أجر مسكن الحضانة. الحالة الرابعة هي رفع الزوجة دعوى أجر مسكن حضانة. وأخيرا في حالة إن الشقة مؤجرة بس لازم تكون الزوجة ماضية على عقد الإيجار عشان يبقى عندها علم، عشان المالك نفسه صاحب الشقة المؤجرة هيرفع عليها دعوى طرد. وفي كل الأحوال ممكن الزوج يعرض على الزوجة مسكن بديل بشرط إن تكون المسكن نفس مواصفات ونفس تفاصيل المسكن اللي هي هتسيبه. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.